السلام عليكم. النهاردة نتكلم معاك على آثار الدنمارك. زي ما قال الأستاذ ياسين، هنتكلم النهاردة عن آثارنا في الدنمارك وفي متحف كارلسبرغ في الجديد في كوبنهاجن، وده في حوالي 1900 قطعة أثرية أثرية. وفي المجر يا بابا. في المجر يا أستاذ ياسين في متحف الفنون الجميلة بودابست في المجر، وده كمان في حوالي 4000 قطعة أثرية مصرية. احسب 4000 وال1900 بتوع الدنمارك وضيفهم على مجموع أو عدد القطع الأثرية في الفيديوهات السابقة، وده بيبقى كل أثرنا خارج مصر. في الفيديو الجاي هقول لكم ازاي والأسباب اللي أدت لخروج كمية كبيرة جدا من الآثار المصرية خارج مصر. دمتم ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.